البحر وكده، جميلة جدا. هنا الفتحة ديت اللي هي في القلعة دي، ده متحف الدخلة دي السمك. ده سمك يعني متحف سمك كده، أنواع السمك كلها موجودة جوه. حاجة روعة جدا وجميلة قوي قوي. منظر بجد. حتى هناك الهوا، المكان راحة نفسية كده وجميل قوي قوي. احنا كده هناخد جولة وتشوفوا معانا اسكندرية وجمالها. وهناك برضو في نفس مكان القلعة في حاجات جميلة قوي 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 هنشوفها مع بعض. زي ما انتم شايفين القواقع بقى والشعب المرجانية والحاجات دي كلها موجودة هناك كده، زي معرض جنب القلعة فيه الحاجات اللي بتميز اسكندرية وبالذات بتميز البحر. الجوجع والحاجات دي كلها طبعا يعني تبقى هدايا جميلة للي خارج اسكندرية، وبيجي اسكندرية لازم ياخد له حاجة هدايا من دي ويهادي بيها حبايبه هناك. وكمان الهدايا دي بتفكرنا بالمكان، يعني احنا لو عندنا الحاجة دي جايبينها من اي مكان بتفكرنا دي باسكندرية، دي بالقاهرة، دي بأي مكان احنا بنروح وبنجيب كده حاجة تذكارية منه بتفكرنا بيه. القواقع دي زي ما انتوا شايفينها كده موجودة، والجوجع والحاجات دي. كان زمان الجوجع اللي هو دوت كان نحطه على ودنا كده ويقولوا لنا هتسمعوا في صوت البحر. يعني مش عارفة، يعني هو فعلا كان الواحد يحطه على ودانه كده ويسمع. دي النجوم برضو. زي ما انتم شايفين طبعا المكان هناك مليء بتحف وطبعا اكسسوارات والقواقع الصغيره اللي بتتعمل زي اعلام وسلاسل. زي ما انتم شايفين بيميز اسكندريه برضو. المنديل ابو زي ما بيقولوا عليه، كان موجود في الافلام زمان والاستعراضات والحاجات دي. وحاجات بقى جميله جدا بتميز المكان هناك. هدايا للحبايب، اللي مسافر ياخد هدايا. حاجات بجد روعة جدا وشكلها قيم، وانا شايفة ان اسعارها حلوة جدا. دي بقى الجلد الطبيعي معمول بيه شنط. حاجة برضو حلوة قوي، اكسسوارات وشنط يدوي وشغل يدوي. حاجات بتميز المكان نفسه في منتهى الجمال. وزي ما انتم شايفين طبعا القواقع معانا اهي، وفي بقى زي ما انتم شايفين يعني احنا هنلاقي في الحاجات دي كده يعني بجد بجد روعة. بصوا الشعب المرجانية والقواقع والجوجع والحاجات دي جميلة جدا. بتتاخد بقى بتتحط كده في البيت، شكلها جميل جدا. وفي حاجة بتميز الحاجات دي، يعني انت حتى لما الواحد يمسكها تشم بيها، تشم ريحة البحر. بحر اسكندرية بالذات يا جماعة بجد بجد اللي خارج اسكندرية لما بيجي اسكندرية كده بيشم ريحة البحر بتاعت اسكندرية. ميزة ميزة يعني بالذات في بحر اسكندرية بنشم ريحة البحر، وده بيميز اسكندرية برضو. هنلاقي هنا بقى في سيد درويش طبعا موجود في التحف ديت معمول اهوت. زي ما انتم شايفين بقى البيت ده عامل زي الجرانيت والحاجات الصيني كده، والجوجع بقى اللي معمول عقاد حلو جدا كهدايا. جمال الحاجة دي على طبيعتها، مش متلونة ولا حاجة، دي طبيعتها. اكسسوارات بقى شايفين هنا بقى، انا حبيت اصور لكم الحاجات دي. السمك في المية، ما السمك اسكندرية بيميز اسكندرية. ده سمك بقى طبعا زينة، محطوط كده زي ما انتم شايفين في كوبايات وبيتباع كده بالمية بتاعته. دي مية البحر بتاعته اللي هو فيها. بيتاخد بقى طبعا بيتحط في حوض سمك وبيتحط له الحاجات والله العظيم من 5 مليون يتعايش يعني في مش في الحياة، يعيش في الكوباية طبعا، هيتنقل في حوض ازاز. ابعدوا عن الحمدان، الحمدان لا ما ينفعش تعمل لا تصورها، لا هنعمل ده الممشى اللي معمول جديد في المكان ده. على اليمين بصوا بحر، وفي طبعا مراكب سياحية، وعلى الشمال برضو كده بحر وفي برضو مراكب. بصوا منظر المراكب دي بالنهار كده بتبقى روعة، وبتاخد جولة كده سياحية في البحر.
بيركب بقى اي حد عايز يركب بياخد جولة كده في البحر ويرجع تاني في نفس المكان. وده الممشى بقى ايه في النص كده، ودي القلعة زي ما انتوا شايفينها وجمالها وروعة جدا جدا بالليل، حاجة بجد جميلة جدا. وطبعا بيبقى جنبيها هناك بقى في نادي اليخت والنوادي اللي مشهورة في اسكندرية، حاجة روعة جدا. طبعا ده التصوير كان بالليل والإضاءة زي ما انتوا شايفينها، بس اللي بجد على المكان على الطبيعة روعة جدا، ومنظر المراكب والبحر وحاجة جميلة جدا. راس التين في اسكندرية وبحري والسيدات الحاجات دي مشهورين هناك. المكان هناك روعة روعة بجد بجد، معنى الكلمة حاجة كده. يعني بصوا كده الكرسي دوت كده، يعني بيقولوا عليه حتة من الجنان. الكرسية دي لو في بيشاهد المسلسل هتلاقي الجزء اللي هو اللي بيقولوا عليه البوسفور والحاجات دي، في جزء منه قوي قوي شبيه بالمكان ده. بس طبعا اسكندرية زيادة عليها، لكن أنا عندي مش غير في اسكندرية ايوه كده وانت ماشيه بقى، تعالي بقى كده وانت ماشيه. يا رب كده انت عايزه ما نزلش تصوير؟ اسكندرية ها؟ أسبوع يشوف الجمال ده، حاجة روعة جدا وعلى الطبيعة أحلى وأحلى. وبصوا المراكب والبحر جميل جدا جدا جدا، والضوء حاجة فوق الخيال يعني سياحة حلوة جدا. اللي حابب بقى ايه هندخل بقى هي لازم على الاكسسوارات الفضة وجمالها، واكسسوارات بقى الباقية زي ما انتوا شايفين. اتمنى ليكم طبعا مشاهدة ممتعة، واللي ما زارش اسكندرية ادي شافها في 8 دقائق من الفيديو. حاجة جميلة جدا، واتمنى اللي ما زارش يزورها. ويا رب المحتوى يعجبكم، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.